السلام عليكم. بيبدأ كل شيء عادي جدا زي الأفلام اللي بنشوفها في التلفزيون، وبعد كده بتخرج الأمور عن السيطرة وبيتحول البطل فيها لبني آدم مهزوز وخايف. لكن مهما كان اللي بيشوف الفيلم أو اللي بيقرأ القصة، عمره ما هيحس بالرعب اللي عدت بيه بطلة قصتنا خلود. فالرعب أصبح أكسجين حياتها بعد ما كانت بتسخر من صحابها اللي بتحس إنهم خايفين. وجبنة خلود شابة مراهقة بتدرس في الصف التاني الثانوي، وعايشة في بيت مكون من 3 أدوار، وفي كل دور شقتين. الدور الأرضي بالكامل واخده جدها وعايش فيه، أما الدور التاني فكان بيت خلود وأبوها وأمها، والشقة اللي في وشهم في نفس الدور كان قاعد فيها عمها الكبير، والدور التالت كان بيسكن فيه عمها الصغير ومراته وعياله. والأمور كانت ماشية تمام لحد ما عمها الصغير ومراته قرروا ان هم يسيبوا بيت العيلة ويروحوا يسكنوا شقة بره، وبكده اتقفل الدور التالت نهائي وما بقاش في حد بيهوب ناحيته خالص. وبتحكي خلود وبتقول ان بعد 3 شهور من بعد ما عمها ساب الشقة، وكل ما بتيجي الساعة 12 بالليل بتسمع صوت خطوات ثابتة زي ما يكون في حد ماشي في الدور اللي فوق. وكانت كل ما بتحاول تدقق سمعها وتتأكد من ان الصوت ده موجود، كان بيختفي زي ما يكون في حد عارف انها بتحاول تسمعه. وبعد الصمت ده بترجع خلود تقول دي تهيؤات، وبتكمل مذاكرتها عادي. وأول لما دماغها تبتدي تتشغل بالحاجة اللي هي بتعملها بيرجع الصوت أعلى من الأول، وبدل ما كانت خطوات لشخص واحد بقت خطوات لمجموعة. ابتدت خلود تكلم نفسها وأقنعت نفسها إن دي مجرد تهيؤات وإنها جامدة ومفيش أي حاجة تقدر تهزها. وعدت الليلة على كده، وفي الليلة التانية فضلت خلود بتذاكر لحد نص الليل. وأول ما كل اللي في البيت ناموا وجات الساعة 12 بالظبط، رجع نفس الصوت بنفس الطريقة زي الليلة اللي قبلها. ابتدت خلود تقلق، لأن في نفس الميعاد وبنفس الطريقة يبقى في حاجة غلط، والدور اللي فوق فاضي تماما. عدت خلود الليلة دي، وتاني يوم الصبح راحت قالت لوالدها على اللي بيحصل. أبوها فضل يضحك ويتريق عليها، لكن خلود كانت جادة جدا في كلامها وألحت عليه إن هو يطلع يبص على الدور اللي فوق، لأنها ما بتعرفش تركز في مذاكرتها. وبعدها طلع أبوها ومعاه خلود على الدور اللي فوق، وكانت خلود خايفة جدا، لكن كان وجود والدها معاها مطمنها شوية. وحاول والدها إن هو يفتح باب الشقة في الدور اللي فوق، لكن الباب ما كانش عايز يفتح. وجرب مرة واتنين لكن مفيش فايدة، كأن في حاجة زي الجبل واقفة ورا الباب. حاول يفتح الباب بكتفه لكن مفيش فايدة. وبدأت خلود وأبوها يبصوا لبعض باستغراب، وتأكد أبوها إن خلود كلامها صح وإن في فعلا حاجة في الدور ده. وبعد محاولات كتير منهم هما الاتنين قرروا إن هما يتجاهلوا الموضوع، وبدأت خلود تتعود على الأصوات اللي بتحصل فوق. وبعد فترة بنشوف خلود فعلا اتجاهلت الأصوات والكيان اللي ساكن فوق، لكن الشيء اللي فوق ده قرر ما يسيبهاش في حالها. وفي يوم من الأيام خلود جهزت هدومها وكانت داخلة تاخد دش، وأول لما غطت وشها بالصابون ودخلت تحت المية حست بنفس في ظهرها زي ما يكون في حد واقف وراها. بسرعة شلت الصابون وفتحت عينيها، لقت صوابع ماسكها من كتفها وبتضغط عليها جامد، لكن مفيش حد معاها في المكان. والصوابع مش ظاهرة، لكن الأثر مكان الصوابع ظاهرين في جسمها. وأثر الصوابع دي كان طويل جدا ورفيعة زيادة عن اللزوم، عمرها ما تكون زي ايدين البشر ابدا. جريت خلود بسرعة وخرجت من الحمام زي ما هي وقعدت تبكي، والخوف والرعشة سيطروا عليها. وراحت على امها اللي اتفاجئت من منظرها وهي كده. امها فضلت تهديها ولبستها هدومها وبدأت تسألها عن اللي حصل. ومن غير كلام من خلود شاورت لامها على العلامات اللي في كتفها، وكان دراع خلود بالكامل اتحول للون الازرق من قوة المسكة. اتفزعت ام خلود من المنظر، وبعدها قررت ان هي توديها للشيخ. الشيخ بدأ يقرأ عليها قرآن وطمنها شوية. وفي خلال اسبوع كانت خلود بتخاف تعدي حتى من قدام الحمام من كتر خوفها من اللي موجود جوه واللي حصل فيها. وفي يوم من الايام دخل عليهم عمها اللي سكن قصادهم وقعد مع ابوها، وكان بيبلغوا ان هو قرر انه يسيب شقته ويروح يسكن بره، وتقريبا كان لنفس الاسباب المخفية اللي بتحصل في البيت. وفضيت الشقة اللي قصادهم كمان. ومرت الأيام لحد ما جت مناسبة فرح عندهم في البيت لواحدة من قرايبهم، والضيوف كانوا كتير جدا عندهم، وكانوا قاعدين عند جدها في الدور اللي تحت، وكل العيلة كانت تحت بما فيهم خلود وأبوها. وزي أي مناسبة زي دي كان لازم يعملوا أكل كتير
علشان الناس الكتير اللي جاية، وقررت أم خلود إنها تفتح الشقة اللي قصادهم علشان المعازيم اللي جاية تاكل فيها. لكن وهي بتجهز السفرة وبتحط الطبق الأخير على السفرة، لقت حاجة بتشد منها الطبق، وكان الشيء ده قوي جدا. سابت أم خلود كل حاجة وجريت بسرعة على تحت، وكانت بتبكي ومنهارة جدا. وأول لما شافت جوزها حكت له على اللي حصل، وما كان منه إلا إنه فضل يهديها ويقنعها إن دي تهيؤات. وعلشان يطمنها أكتر قرر إن هو يطلع معاها فوق. وأول لما طلعوا اتفاجئوا بالأكل اللي كانت مجهزاه أم خلود كله بره على السلم، وباب الشقة مقفول. واضح إن الجن أو الكيان ده استولى على الشقة دي كمان، ومش عايز أي حد يخشها. وبعد اللي حصل ده كله قرر أبو خلود إن هما يدوروا على بيت تاني يعيشوا فيه. لكن موضوع البيع والشراء ده بيطول شوية. يا ترى الحاجة اللي عايشة معاهم دي هتصبر عليهم ولا هتسيبهم يرحلوا بسلام؟ أتمنى إني ما كنتش طولت عليكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك واشتراك في القناة علشان نستمر. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.